السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا مصالحين مش متخانقين خناقة العيد. احلى حاجة واسهل حاجة بنعملها في نوعم العيد هي الغريبة. مقاديرنا ثابتة وما بتتغيرش بثلاث مكونات بس. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملناها ازاي. هيبقى عندي نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من السمنة، 8 كيلو من السكر، نص ربع طن، ونشتغل بالميزان ما نشتغلش بالاكواب المعيارية. السمنه تكون طالعه من التلاجة، لازم تكون سمنه ساقعه. طب ليه سمنه ساقعه؟ ده هيساعدك ان الغريبه ما تفرش معاكي في الفرن. والسكر البودر يكون منخول. طبعا احنا هنا كده فضينا السمنه في البوله، بعد كده هننزل عليها بالسكر البودر. عايزه اقول لك الغريبه دي تعمليها اخر حاجه، يعني تعمليها يوم الوقفه لانها اسرع حاجه بتتاكل. هنضيف بقى كده السكر، وبعد كده هضربهم بالمضرب الكهربائي، هضربهم كويس جدا لحد ما اوصل للقوام اللي انت شايفاه ده، يعني تبقى شبه الكريم جانتيه كده. تمام كده. بعد كده بقى هنزل بالدقيق على مرتين. اول مره كده هنزل وابتدي ان انا الم بالراحه كده، بالمعلقه كده بالراحه، ما نقعدش نعجن فيها. وبعد كده هنزل بنص الدقيق تاني، وبرده نفضل نلم كده بالراحه لحد ما نوصل لعجينه زي ما انتم شايفين كده، ناعمه ما بتلزقش في ايديا، تكوريها كده ما تشققش، ما شققتش معايا. ابتديت بقى ان انا كده اكورها بين ايديا كور كده صغنونه. انا ما حبيتش احط لها مكسرات ولا اي حاجه، انا بحبها ساده كده. لو انت عايزه تحط لها بقى مكسرات حط لها. زي ما انتم شايفين كده، شايفين لا بتشقق ولا بتفرول ولا اي حاجه. عجينه مظبوطه مية مية. بعد كده بقى احطها في صينيه وهندخلها على فرن درجه حرارته 160. هتقعد في الفرن بالظبط 12 دقيقه، 13 دقيقه، 14 دقيقه بالكتير قوي. الغريبه يا جماعه ما بتاخدش لون خالص من فوق، مجرد ما بتلون لون من تحت كده بسيط خالص، لون اصفر بسيط خالص، تطلعيها وتسيبيها في الصينيه بتاعتها زي ما هي. ما تحاوليش تحركيها لحد ما تبرد تماما، يعني سيبيها كده ليله في الصينيه بتاعتها لحد ما تبرد تماما. شايفين زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت، لا فرشت ولا شققت ولا اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وقفه.